معاملة أهل البدع. معاملة أهل البدع طبعا هو مبحث جديد ده. طبعا هذا مبحث من الأهمية بمكان، جزاه الله كل خير. قال: من أجل خطورة البدع واشتباه أمر كثير منها على كثير من الناس، وضع العلماء قواعد التعامل مع أهل البدع، لأن البدع ليست على درجة واحدة في الإفساد في الدين. يعني تعاملي مع رجل مبتدع في الاعتقاد ليس سيكون كتعاملي مع رجل ابتدع بدعة تسلم عليك بعد الصلاة. واخد بالك معايا يا جماعة ولا ايه؟ لا، دي حاجة خفيفة جدا جدا جدا. واضح؟ فالشيخ هنا قال ايه؟ البدعة او المبتدعة منهم المشتهر ببدعته. اول واحد بقى يبقى دي كده انواع المبتدعة. المصافحة جائزة، ولكن لما قيدوها ببعد الصلاة صارت يبقى داخل الصلاة معاك وبتتكلموا مع بطول النهار ولازم بعد الصلاة ايه؟ يسلم عليك. ليه؟ لما صارت ايه؟ صارت عبادة يتقربون بها. يبقى كده أنواع المبتدعة: أولا المشتهر ببدعته، المشتهر ببدعته. ثانيا الداعي إلى بدعته. يبقى المشتهر ببدعته ومنهم دون ذلك، الداعي إلى بدعته ومنهم من ليس كذلك، المستظهر بالأتباع أو بالاتباع، المستظهر بالاتباع. يبقى المشتهر بالبدعة يعني المشتهر بالبدعة يذكر هو، يعني بدعة الجهمية لما تيجي تتكلم عن الجهمية ولا جهم صفوان هو الذي اخترعها وافتراها. وأما الداعي إلى بدعته الذي يدعو إلى بدعة المبتدع، واخد بالك؟ زي العيال اللي في البلاد كده بتوع الأحزاب دول، بتوع حزب النور. الجماعة دول يدعون إلى إيه؟ إلى بدعتهم، يدعون إلى بدعتهم، يطبلون لقائدهم ولشيخهم إن كان شيخا. نعم. والمستظهر بالأتباع. المستظهر بالأتباع يعني إيه؟ يعني هو المسؤول المكان ده، هو واخد بالك، هو المعروف يعني، بس مش هو اللي ابتدع البدعة، واخد بالك. ومنهم القائم بها وحده، يعني هو من غير حاجة كده قام بها وحده. ومنهم الخارج عن الناس، الخارج عن الناس يعني المعتزل للناس، معتزل مش دعوه بالناس، معتزلهم خالص. ومنهم الملازم لهم، يعني في ناس من المبتدعة بيعتزل الناس، وفي ناس من المبتدعة بيلازم الناس. ومنهم العامل بالبدعة على جهة الجهل، بيعملها وهو جاهل ما يعرفش. العامل بالبدعة على جهة الايه؟ الجهل. ومنهم من أضله الله على علم، ومنهم من أضله الله على علم والعياذ بالله. وكل قسم من هذه الأقسام له اجتهاد يخصه، إذ لم يأتي في الشرع في البدعة حد لا يزاد عليه ولا ينقص، كما جاء في كثير من المعاصي كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والزنا وغير ذلك. ومعاملة أهل البدع تتعلق بهم من جهة جنايتهم، من جهة جنايتهم على الدين وإفسادهم في الأرض وخروجهم عن جادة الإسلام وليس عن الإسلام. واضح؟ ففرق بين الخروج عن الإسلام وهذا تكفير، وبين الخروج عن جادة الإسلام أي عن طريق الإسلام القويم المستقيم إلى بنيات الطريق. والجادة هي وسط الطريق، أنت على الجادة يعني فين؟ في وسط الطريق. ولذلك قال ربنا عن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا
وسط بين المنحرفين من الجهتين، بين الغلاة والجفاة. نعم. والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق يسمى بالجادة. يبقى الجادة وسط الطريق، وهو الطريق الذي يجمع الطرق. وربنا جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. والمجتهدون من الأمة نظروا في ذلك على حسب الحوادث، وحكموا باجتهاد الرأي، فخرج من مجموع ما تكلم فيه العلماء أنواع، أحدها الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة. يعني عشان أكلم المبتدعة أرشدهم وأعلمهم وأقيم الحجة عليهم، كما نفعل وكما نصنع وكما أمرنا. فإذا رأينا منكرا هل نسكت على منكر؟ وهل نداهي من أجل من؟ ومن أجل ماذا؟ ولماذا؟ كابن عباس رضي الله عنهما لما ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم 2000 وخرج سائره. وفي مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج من الأدب الرفيع والحلم الجميل وإقامة الحجة بالحق ما يغري بسوق المناظرة كما ذكرتها كتب السنة ورواها الأئمة. فذكرها الشيخ حفظه الله وهي طويلة كما هو معلوم. يبقى أول طريقة إنك تعلم أهل البدع طريقة الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة والدليل عليه. ومن إرشاد أهل البدع وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم مسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري. ناظر عمر بن عبد العزيز غيلان القدري عندما بلغه أنه يقول في القدر، فبعث إليه فحجبه أياما، حجبه عن الناس. ما تطلعش تكلم الناس، انت تتعلمش حد، انت حجبه عن الناس أياما. ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ إيه اللي انت بتقوله ده؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل يقول: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عمر: اقرأ إلى آخر السورة. هو دلوقتي غيلان القدري ده عايز يعمل إيه؟ ليه قرأ الآية دي؟ ليه قرأ الآية دي؟ لا، القدر بيعمل إيه؟ بينفي القدر، بينفي علم الله عز وجل، بينفي مشيئة الله عز وجل. يثبت المشيئة للعبد وينفيها عن من؟ عن الله. ولذلك الآية هنا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال عمر: اقرأ إلى آخر السورة. فلقد قال الله رب العالمين: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. واخد بالك؟ ثم قال: ما تقول يا غيلان؟ إيه رأيك؟ قال: أقول: قد كنت أعمى فبصرتني، وأصم فأسمعتني، وضالا فهديتني. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. هو غيلان عمل ايه؟ قال له: بس ده أنا كده أنت 100 يعني، ده أنا كده أرجع، لازم أرجع. لكن عمر بن عبد العزيز كان صاحب باصيرة نافذة، لم يكن عنده غلو في التعديل بمجرد أن سمع هذا منه. يجي لك يقول لك أنا غلطان، أنا راجع عن كل ما قلت، عن كل خطأ أخطأت فيه. زي ما حسان قال الكلام ده كتير، قال لك بس ده رجع، مش انت اللي قلت رجع. يبقى معنى كده انه كان غلطان.
مش كده؟ وانا كنت صح. طب ليه مش عايز تقول كده؟ ليه مش عايز تعترف بكده؟ انت بتقول ان هو لما قال انا راجع عن كل خطأ اخطأته، ان هو رجع عن اللي قاله، ماشي، يبقى هو كان غلطان. وانا كنت صح. طب ليه ما تعترفش بكده؟ ليه ما بتقولش كده؟ دي حاجة. الحاجة التانية، هو لما قال كده ما رجعش ولا حاجة، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ولما يعمل كده كمان ما تسرعش في تعديله وفي الأخذ منه، بل لا، استنى، لأن البدعة لها جذور فين؟ في القلب. منهجك والذي يحركك. استنى شوي، تريس، حنانيك، استنى، هتشوف غيلان ده عمل ايه. المهم، فقال عمر رضي الله عنه ورحمه: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقا وإلا فاصلبه. فأمسك عن الكلام في القدر، سكت. فولاه عمر دار الضرب بدمشق، قال له يا سيدي ماشي خد. فلما مات عمر بن عبد العزيز وأفضت الخلافة إلى هشام، تكلم غيلان في القدر. برضه البدعة يا جماعة، والله احمدوا ربكم ان البدعة بعدت عن قلوبكم. والله يا جماعة احمدوا ربك، والله نعمة ما بعدها نعمة. الأخ ممكن يتظاهر قدامي ان هو ما شاء الله، لكن اما اشوفك ماشي مع واحد من اهل البدع يبقى انت زيه. واضح ولا مش واضح؟ يبقى لسه في قلبك، لانك بتحبه على حساب دين ربنا، بتوالي وتعادي لا لله ولكن لأهوائك الشخصية. لو أن امرأتي على غير سنة لطلقتها قولا واحدا، مش بتلعبش، ده دين. خلاص كده. وانت تدخل القبر وحدك ولا معاك حد؟ والله وحدك، حد ينفعك. فعشان كده شوفوا غيلان عمل ايه لما مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه. أمسك تكلم غيلان في القدر، فبعث إليه هشام فقطع يده. ايه ده؟ هم كانوا أشداء على المبتدع جدا. قطع يده، فمر به رجل والذباب على يده، فقال يا غيلان هذا قضاء وقدر. بيهزأ بيه بقى، هو ايده اتقطع. قال يا غيلان هذا ايه؟ قضاء وقدر. قال كذبت، لعمر الله ما هذا قضاء ولا قدر. فبعث إليه هشام فصلبه، يعني حتى بعد ايده ما اتقطعت مش عايز يصدق بالقدر. شفت سبحان الله؟ بعد ايده اتقطعت مش عايز يصدق بالقدر. يبقى نخرج من القصة دي بعدة فوائد. الفائدة الأولى: أحسن للمبتدع ما شئت، قل أن يرجع. وصلت؟ ما هو ولاه على إيه؟ على دمشق اهو، واضح الكلام. أحسن له ما شئت قل أن يرجع. لابد أنك تراجع نفسك دايما، شوف نفسك ثابت على الحق ولا مش ثابت. وبعدين المبتدع يرى أنه على طاعة وعلى حق، تريه نفسه كذلك وأملى الشيطان عليه ذلك. ولذلك لما قطعت يده ما زال ينكر القدر، فصلبه هشام رحمه الله رب العالمين، واستجاب الله جل وعلا دعوة عمر عليه. ويجوز الدعاء عليه لأنه ظالم، كما قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ولا شك أن البدعة ظلم، وهي التي تلي الإشراك بالله رب العالمين. نعم. أصلا هيجي لك واحد يقول لك إيه ده دعا النهاردة على برهان. الله، ما هو مع دليله، الحمد لله. وكان الخلفاء يدعون على مين؟ على المبتدع. خلي بالك يعني. ومن إرشاد أهل البدع وتعليمهم وإقامة الحجة عليهم مسألة عمر قلناها. الثاني الهجران. انت علمته، أقمت على الحجة، فهمته، خد الدليل، مفيش فايدة فيه، مش عايز يسمع،
أصم وأعمى وأبكم، أهجره لله كائنا من كان. زي ما قلت لك من شوية، لو هتدهن أبوك على حساب الدين يبقى أنت خائن، بس هي كده. وهجران المبتدع فيه مصلحة له فقد يرجع، قد يرجع. وإذا كان الشارع الحكيم نهانا أن نصاحب أهل العصيان، فالنهي عن مصاحبة أهل التلون والبدع من باب أولى. لماذا؟ لأن المعاصي أخف من البدع. فإذا نهينا عن مصاحبة أهل البدع، فإذا نهينا عن مصاحبة أهل العصيان فالنهي مؤكد، بل هو أولى عن مصاحبة أهل البدع والضلال. فانتبهوا يا عباد الله. الهجران وترك الكلام والسلام، ترك الكلام والسلام. يقول لك عد عليه ويلقيش السلام، مش هلقى عليك السلام، مش هلقى عليك السلام أبدا. لا لا لا. على مين؟ على متلون؟ لا، يهجر في الله ولله، دينا ندين الله به، أتعبد الله بهذا. نعم، كما جاء عن عمر رضي الله عنه في صبيغ ابن عسل عن أبي زرعة وهو رجل من بني عجل عن أبيه قال: لقد رأيت صبيغ ابن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى حلقة قاموا وتركوه، فإن جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين. خلي بالكم، عزمة أمير المؤمنين، يعني أمير المؤمنين أمرنا ما نقعدش للراجل ده ولا جنبه، ما نصاحبوش. كالبعير الأجرب، لا صاحب، لا حد يصاحبه ولا حد يقرب منه ولا حاجة. وخلي بالك لما أنت تراجع قصة الذين خلفوا، اللي هم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، واخد بالك مين فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أمر امرأته ألا تكلمه؟ مين؟ لا، الرجل الكبير، مين؟ أظن هلال بن أمية، واخد بالك. فقالت إنه رجل كبير إذن لي أن أخدمه، فأذن لها لكن من غير كلام. هو منع الصحابة جميعا ألا يكلموه، هم الثلاثة لا يكلموه حتى لا يلقون السلام عليهم، لا يلقون السلام عليهم، هذا دين. أما هؤلاء يحتجون بالأحاديث: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هم يحتجون بأدلة عامة ويتركون الأدلة الخاصة. نعم، في تفصيل بقى، دي في تفصيل، دي مسألة تانية، دي جزئية، دي جزئية مهمة جدا. يبقى حينئذ ربنا يبارك فيك، المرأة إن عصت زوجها وأراد أن يؤدبها فوعظها فلم تسمع فهجرها في المضجع، هو منعها ومنع نفسه من شيء أباحه الله له، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ فالأولى من كل ذلك أن تمنع نفسك من أهل ليش؟ من أهل البدع، لله رب العالمين، لله رب العالمين. نعم. الثالث التغريب، كما غرب عمر صبيغا. التغريب يعني يبعدوا عن البلد، لأن ده حشرة سرطان، المبتع الذي عامل زي السرطان، يبعد عن البلد نتحاشى. لكن دلوقتي تبعدوا عن البلد، يسجل فيديوهات ونزلها على النت وكلامه هيوصلك أنا يوصلك، يبقى يتسجن، يبقى يتعمل في ايه؟ يتسجن، ويحجب عن الصحافة ويحجب عن التلفاز والكلام ده، يتسجن. والسجون معروفة في الشرع وفي الفقه الإسلامي،
والسجون معلومة عند الأنبياء السابقين. لقد دخل يوسف السجن، صح؟ نعم. يقول لك عاملين سجون، يا حبيبي اتق الله. وعشان كده الشيخ قال بعد كده السجن كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عددا، كما سجنوا الحلاج قبل قتله سنين عددا. نعم. نعم، ابن عسل. طبعا الحلاج هذا الحسين بن منصور أبو عبد الله، ويقال أبو مغيث الفارسي البيضاوي، والبيضاء مدينة ببلاد فارس، وكان جده مجوسيا. وأخبار الحلاج كثيرة والناس مختلفون فيه، وأكثرهم على أنه زنديق هالك، وقد كانت له بدايات جيدة وتأله وتصوف، ثم انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم المخاريق. المخاريق يعني الخوارق. أباح العلماء دمه فقتل سنة 309، وكما في سير أعلام النبلاء وميزان الاعتدال ولسان الميزان. الخامس ذكرهم بما هم عليه وإشاعة ذلك كي يحذروا لئلا يغتر بكلامه. السادس القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم، كما قاتل علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة، كما فعل من الجيش دلوقتي يقاتل الخوارج. هذا دين يا جماعة، هذا دين يا جماعة. السابع القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة بالميكروفونات. يلا روحهم، فيش فايدة يا ابن الحلال، خدوا أسبوع يا عم، فيش فايدة. في أسبوع كمان فيش فايدة. طب خدوا غازات مسيلة، فيش فايدة. القضاء يجرم ويسيبوا القناصة يموتهم من فوق، واخد بالك، ويقع التقاتل عشان نبان قدام الغرب ان احنا مستضعفين، عشان يجيبوا لنا حلف النيتو يدخل يحمي الاقليات في مصر، ويبقى امريكا دخلت مصر والحمد لله، والاخوان عايزين كده ان هم اللي هيمكنوه، وده مخطط معلوم معروف الى الله المشتكى. لكن المغيبين لا يعلمون هذا، او قد يعلمون ومعهم يتفقون. نعم. الثامن الحكم بكفر من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت البدعة صريحة في الكفر كالإباحة والقائلين بالحلول كالباطنية. التاسع وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، ولا يرثون أحدا منهم، ولا يغسلون إذا ماتوا، ولا يصلى عليهم، هذا إذا كانت بدعتهم مكفرة. ولا يدفنون في مقابر المسلمين ما لم يكن مستترا، فإن المستتر يحكم له بحكم الظاهر، وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث. أو أما الوجه العاشر الأمر بأن لا يناكحوا، وهو من ناحية الهجران وعدم المواصلة. لا يناكحوا. كان في أخت معاكم هنا بتيجي ما شاء الله، كان في زيها لما خطبت بس كده، بس لواحد من الحزبيين، صرنا من أعدائها. الله المشتكى. هي كده، هي بتبقى كده يعني، واخد بالك؟ يبقى الإنسان يحافظ على عقيدته وعلى منهجه. نعم. الوجه 11 تجريحهم على الجملة. فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم، ولا يكونون والين ولا قضاة. لا يكونون والين ولا قضاة. اللي بيقول لك ده هم أحسن من غيره، يا ابن اقعد، يا ابن خليك في جنبي، يا ابن انت مش عارف، انت جاهل. يقول لك أحسن من غيرهم، أحسن، ده مبتدعة. لا يكونون ولاة ولا قضاة أصلا، إذ هم مبتدعة. ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة. انت تجعل رجله فوق دماء راسك وصلي بك إمام. احنا بنتكلم عن جزئية غير جزئية تانية، هل تصح الصلاة خلفهم ولا غير صحيحة؟ دي مسألة تانية والله المستعان. إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف روايات جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه. خلاص. قال شيخ الإسلام رحمه الله:
ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا بخطأ أخطأ فيه، كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإن الله تعالى قال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى أجاب هذا الدعاء وغفر للمؤمنين خطأهم. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل هذا الفصل بعد صلاة العصر إن شاء الله. هذا والحمد لله رب العالمين.